ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دينا، دي قناتي على اليوتيوب، بعمل وصفات ومعجنات. النهارده هنعمل الفايش الصعيدي الاصلي باسهل طريقه، وبالخميره بتاعته بكل حاجه. والخميره يعني شوفي، احنا في عز البرد اهو، خليها تخمر معاكي في اقل من 24 ساعه، ويطلع حلو جدا وخفيف وطعمه مفيش بعد كده. كملوا معايا الفيديو وهنشوف هنعمل ايه. ده برطمانات ازاز، برطمانات المربى عادي جدا، وده حمص مطحون، انا بحب اعمله بالحمص. حطيت في البرطمان الكبير معلقتين حمص، البرطمان الصغير معلقه واحده. وده لبن بس مغلي، يعني انا حاليا شايله من على البوتاجاز. ده نص كيلو، حطيت اغلبيته في البرطمان الكبير وباقي في البرطمان الصغير، وبديله تقليبه اهو. وبعد كده هجيب كيس تلاجة عادي، قطعته اتنين، وهنا هحط نص وهنا هحط نص، وايه، واقفل جامد. لازم يبقى البرطمان محكم الغلق علشان تخمر. وبعد كده دي اهو بقفل كويس، بصوا اهو. بصوا كمية اللبن هنا برضو قد ايه. هاجي بعد كده آه هحط البرطمانات دي في، ده تيشيرت بتاع ابني مش بيلبسه صوف، لان الصوف حلو بيحتفظ بالحرارة. هحط كده البرطمانات فيه. وبعد كده هروح جايبة كيس اسود واحطه فيه برضو، احط البرطمانات بقى بالتيشيرت ده فيه، علشان خاطر هو لازم يبقى المكان ضلمة، يعني لازم البرطمانات دي تحط في مكان ضلمة. طبعا فالكيس الاسود ايه، هي اولا هيبقى ضلمة، وثانيا الاسود برضو من النوع اللي بيحتفظ بالحرارة. بس نقفل بقى الكيس كويس جدا، نربطه جامد. وبعد كده بقى ايه، حطيه في مكان ضلمة، يعني انا بلفه في دفاية من دفاية السرير عادي، حطيه في دولاب، المهم يكون مكان دافي. في مش هينفع طبعا في ضلفة مطبخ، الافضل حطيه في دولاب. وبعد كده اهو انا كده ربطته، وبتسيبيه بقى، المفروض بتسيبيه 24 ساعة. طب ماشي، انت دلوقتي انا بعمل ايه؟ اديني اهو انا عملته، يعني كده خمرت معايا هوريكم، بس انا دلوقتي بعمل ايه. انت فتحتي عليه قبل 24 ساعة، لقيتيها ما خمرتش، طب تعملي ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. انا هوريك، بس بصي دي، بصي يعني كده، يعني هي خمرت. شايفين في ميه في قعر البرطمان، وفوق تحسيها عامله زي الجبنه. بصوا، ميه من تحت اهو، وفوق بصوا شايفين الخم زي الجبنه. انا فاكره على فكره، هقول لكم هنعمل ايه لو ما خمرتش معاكي على ال 24 ساعه او قبلها، انت بتشوفيها من قبلها. بس نكمل وهقول لك. دلوقتي انا جبت كيلو دقيق، هفضي عليه الخميره اللي خمرت البرطمانين. يعني انا هرجع اهو، دي الخميره التانية كانت اول خميره اللي هي بالحمص، دي تاني خميره. كيلو دقيق نخلته، وهتصديت عليه الخميره، وهحط عليه ميه. عاوزه تعجنيه بلبن اعجني، عاوزه تعجنيه بميه اعجني، بس انا بعجنه بميه كده كده. هحط اللبن في العجينه الاساسيه. بقلب اهو البرطمان بميه، طبعا ميه دافيه، لان العجينه خمرانه، ما ينفعش احط حتى ميه من الحنفيه، هيخلي العجينه اللي خمرت دي تفش، مش هينفع. اهو بعجن بقى كده في حله. ليه في حله؟ عشان لازم تتغطى. اهو ابتدي اعجن لحد ما يبقاش ايه في دقيق خالص. العجينه بتبقى حلوه يعني، كويسه مش خفيفه، يعني ولا تخينه ولا خفيفه، بتبقى كويسه. اهو بزود الميه شويه بشويه لحد ما الاقيها الدقيق كله راح والعجينه اتلمت معايا. اهو بعد كده هي كده العجينه خلصت. هغطيها بغطا الحله، واسيبها بقى لحد ما تخمر خالص، يعني تبقى خمرت على الاخر. هوريكم شكلها بعد كده. تعالوا بقى دلوقتي، ده انا كده غليت ايه، 2 كيلو لبن. انا هعمل 7 كيلو، 7 كيلو فايش. انت طبعا تقدري تقللي الكميه للنص، لان طبعا يعني ما فيش حد هيعمل، عاوزه تعملي 2 كيلو، يعني المقادير اللي انا عملتها دي تقدري تقلليها للنص للربع اللي انت عاوزاه بقى. انا هعمل 7 كيلو، عمال حطيت عليهم قد ايه، 2 كيلو لبن. حطيت كيلو دقيق في الخميره اللي لسه عاملينها، وهحط باقي ال6 كيلو للباقي العجين، وهتشوفوها. انا حطيت دلوقتي على 2 كيلو لبن ايه، كيس سكر كيلو، و3 معالق كبار كركم. ببتدي اقلب سوري، اللبن ده مغلي عشان السكر يدوب فيه، يبقى بسهولة. فانا يدوب غليت اللبن، ورحت قلبت فيه السكر والكركم، وبقلب اهو عشان يدوب. بعد كده هسيبه بقى يدفى، هسيب اللبن عشان يدفى.
بحيث ان انا اعرف اعجن بيه، ان هو بيبقى بيتعجن بيه يبقى دافي، ما ينفعش يبقى سخن عشان الخميره. انا حطيت اهو ده الطبق اللي انا هعجن فيه. هو كده اللبن خلاص دافي معايا. هبتدي بقى انخل الدقيق ده، انخل الدقيق علشان خاطر ايه نعجن كده. انا بقى هنخل ايه 6 كيلو دقيق اهو هننخل. اقدر اقول لك بقى دلوقتي هنعمل ايه في الخميره. لو انت فتحتي عليها وما خمرتش، انا اقول لك انت مثلا عاملاها الساعه 12 بالليل، تعالي تاني يوم مثلا بصي عليها على الساعه مثلا 6 المغرب، لقيتيها ما خمرتش او حاسه فيها لبن. طبعا الجو ساقع جدا دلوقتي. طب اقول لك تعملي ايه. دفي ميه على النار تبقى دافيه، او ممكن تغلي وتزوديها، المهم ان هي تبقى دافيه ما ينفعش تبقى سخنه. وطلعي البرطمانات من المكان اللي احنا حاطينها فيه ومن القماشه خالص، وحطيهم في قلب. حطي الميه الدافيه دي في طبق، وحطي في قلبها البرطمانات، وغطيها باللي هو زي التيشيرت مثلا الصوف ده، او غطيها بكيس اسود الاول، الكيس الاسود كانت فيه، وغطيها بالتيشيرت. حطيها في الموضوع ده حوالي ساعه. الميه هتبرد عشان طبعا الجو ساقع، زودي ميه سخنه تاني بس برضه تبقى دافيه. اعملي الموضوع ده حوالي لمده ساعه. بعد كده طلعيها البرطمانات من الميه الدافيه ونشفيها، ورجعي اعملي تاني لفيها تاني في التيشيرت الصوف في الكيس الاسود وجوه الدولاب. مفيش ساعتين 3 هتطلعيها هتلاقي العجينة بتاعتك خمرت جدا، ولا هتحتاج تقعد ليوم ونص ولا يومين في الشتاء ولا الكلام ده خالص. مش هتكمل معاكي اساسا 24 ساعة. وجربي وهتلاقي ان كلامي حقيقي. اهو انا كده بقى بعجن. بعد ما نخلت الدقيق ببتدي بقى اقلب اهو. ببتدي اقلب بقى عشان ايه اللبن اللي هو تحت بقلبه مع الدقيق. طبعا انا ما حطيت اللبن والدقيق، اللبن بيبقى دافي زي ما قلت لكم عشان الخميره ما تبص، لازم يبقى دافي ما يبقى سخن ولا بارد. بعد كده انا بعجن اهو. طبعا انا مخليه جنبي ميه دافيه عشان نكمل بيها عجن. ببتدي اهو اقلب الدقيق كده، خلاص اللبن كله اختفى. ابتدي بقى نزود الميه شويه بشويه، بس اهم حاجه بقلب كله عشان ما يكلكعش ايه معايا. نجيب الميه وشويه بشويه نحط الميه. نحط الميه بقى برضو نقلب، تقلبي وتدوسي، يعني تقلبي وتدوسي لتحت علشان ما يكلكعش معاكي الدقيق. لانه لو كلكع هيبقى صعب شويه عليكي ان انت تفكيه. هيفك بس هيبقى صعب، هياخد منك مجهود زياده. فانت تقلبي وتدوسي، تقلبي وتدوسي على الدقيق. حسيتي ان ما برضو في دقيق كتير حطي ميه، بس الميه شويه بشويه عشان لو زادت الميه مش هيبقى حلو طبعا. انا اساسا بحط ميه دافيه لحد ما الاقي الدقيق اختفى، بس الدقيق كله اختفى، بقت قدامي عجينه. هتبقى تخينه، انا عاوزاها عجينه تخينه لان هوريكم لسه هنعمل فيها ايه. المهم ان انا بحط ميه لحد ما الدقيق يختفي بس. اهو بفضل بقى احط ميه حبه بحبه واعجن، احط ميه حبه بحبه واقلب. اهو بصي انا لقيت تحت كميه دقيق كبيره، هبتدي اقلب برضو وارجع احط لها ميه تاني. طبعا انا مسرعه العجن شويه، بس انا جايبه لكم طريقه العجن علشان ايه. طبعا يعني اللي مش بيعجنه يعرف بيتعجن ازاي. ما قدرتش طبعا ان انا اقطع العجين، بس حاولت اسرعه حاجه بسيطه. فاعذروني لو الفيديو طويل شويه، لان هو طبعا ده عجين وفايش، وانا ما رضيتش اعمل 2 فيديو، يعني فيديو للخميره لوحده وفيديو للفايش لوحده. خليت الخميره مع يعني مع الفايش كله في فيديو واحد، بس حاولت بقدر الامكان ان هو لا يكون يعني طويل، ما يكونش طويل قوي. اهو كل ما يكون في دقيق نقلب من تحت ونحط ميه علشان الدقيق يختفي تماما اهو، ونقلب. شايفين بقلب ازاي لحد المفروض ما اوصل يعني لقاع الطبق، لاخر حته في الطبق من تحت. واهو اقلب. بصوا كده شايفين، بصوا بقى الطبق من تحت وادوس اهو، اقلب وادوس. طبعا اللي عنده عجان بس اللي هو بتاع العجين، ما ينفعش العجان اللي هو بتاع الكيكات وكده، مش هيستحمل. لان انا عامله كميه كبيره، لو هتعملي كيلو 2 اقولك ممكن، لكن هتعملي كميه كبيره زي كده لا. لان اقولك حاجه، انا بعمل يعني عملت 7 كيلو لان انا بعمل بالمره، هو علشان يعني بياخد مش موضوع مجهود بس اكتر من مرحله. فطبعا مش كل يوم والتاني هعمله، فلا لما باجي اعمل بعمل باللي انا هحتاجه بالمره عشان يقعد معايا شويه اهو.
انا كده دي يعتبر خلاص، مفيش لقيت غير حبه هنا في القعر. هبتدي بقى ان انا اقلبه برضو اهو عشان يختفي تماما وادوس. انا حاطه طبعا الانجر في الارض بعجن، لان انا مش هتحكم فيه طبعا على رخامه ولا حاجه، فطبعا يعني بهدلت المشايه اللي تحتي، بس يلا معلش. انا بعد كده 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 همسكها، يعني انفضها كويس وكل الدقيق ده يروح من عليها اهو نعجن. هو كده يعتبر خلاص الدقيق كله اختفى. انا اهو بفضل اقلب عشان اشوف. بصوا كده خلاص يعتبر الدقيق كله اختفى، بس انا بفضل اقلبها عشان ايه؟ الميه تتشرب خالص بقى اللي فاضله مني، اللي هي حطيتها اخر حاجه. شايفين؟ بص ما بقاش فيه دقيق ازاي في الماجور ده، اسمه ماجور. بص ما بقاش فيه دقيق ازاي اهو. نعجن بقى كده كويس عشان نتاكد بس ان مفيش اي حاجه مكلكعه، مفيش دقيق في اي حاجه. بصوا عماله الف في الطبق واجيب القعر عشان اتاكد ان خلاص ما بقاش فيه اي دقيق في الطبق. بس هو بيحتاج بس شويه عجين. بصوا انا كده بقى خلاص لميت طبعا، شلت الدقيق كله. هفتح بقى، ابتدي افتح العجين عشان ايه؟ نحط الخميره اللي احنا خمرنا اللي كانت في الحله. بص بقى وصلت معايا لحد فين؟ شايفين؟ ملت الحله على الاخر. غطيتها، بتسيبيها لحد ما تخمر. هقولك بقى هي دي بتقعد معاكي قد ايه تخمر عشان تبقي عارفه. بتقعد معاكي حوالي، اللي هي الخميره اللي في الحله، مش حوالي 5 ساعات 6 ساعات. 5 6 ساعات عشان تملى الحله اللي انت بتعملي فيها. وبرده بيبقى على حسب الجو، بس برده انت يعني انت لما تحطيها في الحله وتغطيها تعملي ايه؟ برده حطيها في مكان دافي، يعني كلفتيها، حطيها لو تدخل معاكي سوري، لو تدخل معاكي في الحاجه الصوف، او تلفيها في شال صوف. وبعد كده بقى غطيها بدفايه، حطي عليها بطانيه. المهم ان لازم يبقى في مكان دافي. اي خميره عاوزاها تخمر لازم تتحط في مكان دافي. دلوقتي بقى هنا ايه؟ بعجن دلوقتي العجين مع الخميره لحد ما الخميره تختفي جواه، او افضل اعجن لحد ما يبقاش اثر للخميره البيضه دي. الاقي العجين كله دخل في بعضه بقى، يعتبر متناسق، مش باين كده حتت بيضه. شايفين انا دلوقتي بعمل ايه؟ في حتت بيضه لا. افضل اعجن واجيب من تحت لحد ما ده كله يختفي، يبقى العجينه لون واحد اهو. اجيب من تحت واجيب الجناب واعجن اهو. انا كنت بحاول افصل الكاميرا علشان انا قلت كده كتير، يعني ايه؟ عشان ما اطولش اول فيديو. بصوا انا كنت بقى خلاص عجنت كويس. بصوا خليتها لون واحد، ما بقاش العجينه اختفت تماما. بعد كده بتيجي مرحله ايه بقى؟ السمنه السايحه. يفضل طبعا بسمنه بلدي، بس ما فيش اعمليها بسمنه علب عادي، اعمليها بسمنه مخلطه. دي بقى على حسب ايه يعني ايه المقدره، واللي حضر اللي يعني اللي يعجبك واللي في الاستطاعه. انت بعد ما العجينه بتختفي تماما، الخميره بتختفي في قلب العجين وبيتعجن كويس، ابتدي بقى احط السمنه. بيبقى معايا الكبشه اللي هي بتاعه الغرف بتاعه الاكل، واحط بقى مثلا كبشتين 3. انا خد معايا بالظبط ال7 كيلو دي، خد معايا حوالي كيلو وربع سمنه. فانت ممكن على كل كيلو، على كل كيلو دقيق ممكن تحطي كوبايه سمنه، هيبقى كويس. بس كوبايه تكون حلوه يعني اهو. اعجن. بصي الاقيه بقى اتشرب، احط سمنه. يعني احط سمنه، اول ما الاقيه اتشرب اعمل تاني، افضل اعجن. المرحله دي بقى ما بتبقى صعبه ليه؟ لان السمنه بتخلي العجين سهل معاكي. بصوا انا كده بقى خلاص خلصت كميه السمنه اللي عندي. بصوا العجينه بقت عامله ازاي معايا. بصوا هش حتى ليها صوت كانها في ايدي كده حاجه طريه. سفنجة انا هوريكم دلوقتي العجينه عامله ازاي. بصوا يعني ما احنا نعمله صوابع. بصوا العجينه طريه وجميله ازاي. شايفين؟ يعني العجينة اتعجنت حلو، اتخدمت حلو. بصوا طرية جدا وجميلة، ويعني شربت السمنة كويس، حلوة جدا اهو كده تمام. هنيجي نعمل ايه بقى؟ نغطي العجينة بصينية مثلا، بس بدهن الصينية سمنة عشان العجين ما يلزقش في الصينية، واغطيه ببطاطين بقى بأي حاجة، الأنجر ده عشان العيش يخمر معايا، العجين ده كله يخمر اهو.
بسوي بس وش العجين عشان اغطيه بالصينيه. انا هجيب لكم بقى دلوقتي بعد ما خمر اهو كده. بصوا العجين معايا خمر، ملا الوش الانجر، هو كده خلاص تمام. هبتدي بقى ايه، اقطع فيه بقى. دي السيجان دهنها زيت، انا عندي سيجان السودا دي، وايدي بقى بدهنها سمنه. يعني انا سهنت الصاج زيت وتدهنيه زيت كويس عشان يفك معاكي ويطلع من الصاج، ما يلزقش في الصاج، لازم الصاج يدهن حلو جدا. باخد حته صغيره حته صغيره، وايدي طبعا تبقى مدهونه سمنه، وابتدي ايه اعملها صباع. شايفين؟ يعني اعملها كوره وبعد كده ايه اعملها صباع عادي جدا. طبعا حجمه بيبقى يرجع لي زي ما انت عاوزه، بس انا ولا بعمله كبير ولا بعمله صغير، بعمل حجمه كويس. وهقطع معاكم واحد تاني برضو، باخد قطعه من العجين والفها في ايدي واعملها صباع. بصوا بحاول ان انا مثلا اظبطه، اقفل من فوق اقفله من تحت. لو حسيت مش متظبط اروح ممكن اتنين والفه تاني. المهم ان هو يطلع معايا عشان بس يطلع، واحاول ان اخلي طوله واحد عشان يبقى قد بعضه اهو. يعني بقدر الامكان ننسق ان يبقى قد بعض. هنقطع كمان واحد تالت، انا قلت عشان اوريكم، وبعد كده بقى هوريكم هيبقى شكله عامل ازاي اهو. الف العجينه زي كده وبعد كده نعملها صباع. يلا كده، ده يعتبر ده اخر صباع اعمله معاكم. انا هكمل كده الكميه اللي عندي كلها، وهوريكم بقى بعد كده بعد ما الصاج كله اتملى هيبقى شكله عامل ازاي اهو. كده بصوا، كده بصوا الرص، بصوا تحس كله قد بعضه. بصوا كده انا مليت الصاج كله، لازم يبقى كده كله ملزق في بعضه، ما تخافيش هيفصل طول ما انت حاطه في ايدك. كل مره بتعملي صباع بتحطي في ايدك سمنه. وانا كنت واقفه بصور فعامل ضي التليفون وهو في ايدي، ما كنتش حاطه الحامل. كده بقى هو خمر، لان انا بعد ما بقطع الكميه اللي عندي طبعا صاج بيتملي اروح مغطياه، بسيبه بقى يخمر. سيبيه حوالي السيجان، بعد ما تقطعي السيجان كلها حوالي 3 ساعات يخمر. وبعد ما بتقطعي اخر صاج سيبيه حوالي 3 ساعات. كده بقى خمر خلاص ودخلته الفرن. انا سويته عندي في الفرن الصاج، هو الافضل الفرن الصاج، ان هو بيبقى يعني التسويه فيها احسن اهو. كده بعد ما طلع بقى من الفرن، وبعد ما طلعه من الفرن بفرقه كده بعيد عن بعضه واروح محمصاه. طبعا بيتعمل على فرن عالي، درجة حرارة عالية. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.